مرحبا بكم. هو نجم إعلامي من الرعيل الأول، قضى ربع قرن بالمؤسسة الأم التلفزيون الجزائري. وقع في وضعية تسلل عندما دخل عالم السياسة، فخرج من المؤسسة الأم من الباب الضيق. لبس جبة المحاماة ليرافع على عديد القضايا الرياضية، أبرزها قضية ذوي الاحتياجات الخاصة لأبناء اللاعبين الدوليين. ضيفي الليلة هو أقسم بالله العلي العظيم أن أقول الحقيقة إلا الحقيقة. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم إلى جلسة الليلة من برنامج المحكمة. المتهم فيها أو الضيف فيها هو إعلامي ومحامي وبرلماني سابق، السيد مراد بوطاجين. تفضل. مرحبا بك. أهلا وسهلا. سيد بوطاجين، عادة في برنامج المحكمة أول سؤال نطرح على المتهم أو الضيف: هل أحضر معه محامي؟ والكل يعلم أنه سيد بوطاجين هو إعلامي ومحامي كذلك، يعني إذا حضر المحامي أين المتهم؟ وإذا كنت أنت المتهم فأين هو المحامي؟ أو مراد بوطاجين المتهم فعلا سيدافع عنه فعلا. مراد بوطاجين المحامي. مراد بوطاجين هو المحامي وهو المتهم في نفس الوقت. مرحبا بك مرة أخرى سيد بوطاجين. نتابع وإياكم هذا البورتري ثم نعود. الاسم مراد بوطاجين، السن 60 سنة، الحالة الاجتماعية متزوج وأب ل3 أطفال، متحصل على شهادة الماجستير في الحقوق، متحصل على الكفاءة المهنية للمحاماة، وباعتباره رياضيا ومن عائلة رياضية التحق بميدان الإعلام الرياضي، أين بدأ عمله الصحفي في التلفزيون الجزائري عام 1983. كان أول ظهور له على الشاشة سنة 1986 في حصة خاصة بكأس العالم، ثم حصة أرقام وتعاليق مع الإعلامي الكبير بن يوسف وعدية. سنة 1990 قدم حصة كأس إفريقيا ثم حصة من الملاعب. أشرف على تنشيط حصة تكهنات التي تبث قبل المقابلة الكروية. سنة 1996 أصبح معدا ومقدما للعديد من الحصص التلفزيونية، منها حصة على البال وحصة على التماس التي وقفت بعد عامين. صيف 98 أشرف على تقديم حصص ترفيهية مثل حصة الفرجة، الأفراح وحصة مع حميد عاشوري. سنة 2002 دخل عالم السياسة من باب البرلمان، حيث انتخب كنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطنية. سنة 2004 أسس منتدى الرياضيين الجزائريين رفقة شخصيات رياضية. سنة 2007 التحق بقناة بير تي في وعمل بها لمدة عامين. سنة 2010 التحق بإذاعة البهجة كمعد ومقدم لبرنامج إذاعي. سنة 2014 أسس قناته الخاصة قناة كواليس، والتي فشلت لأسباب مالية. يشتغل حاليا أستاذا بالمدرسة العليا للصحافة ومعدا ومذيعا لبرنامج قهوة سبور بقناة KBC. نعم، إذا كان هذا بورتري للسيد مراد بوطاجين. سيد بوطاجين، بدأت الجلسة في أول فقرة أنت متهم. أنت متهم. سيد بوطاجين، أنت متهم بتقاضيك راتبا شهريا
مدة 18 شهر يعني سنة ونصف بالمؤسسة العمومية تلفزيون الجزائري من دون أن تقدم مقابل أي عمل. تردك فعلا هو كنت صحيح تقاضيت صحيح كنت راتبا شهريا لمدة 18 شهر. لما رجعت من البرلمان رجعت للتلفزيون الجزائري في سنة 2007، فالتوجيهات كانت تشير إلى أنه أبقى في التلفزيون لكن بدون نشاط بدون عمل، وبالتالي بقيت في التلفزيون، نمشي للتلفزيون مرة في الأسبوع مرة في الشهر، وأتقاضى هذه الأجرة بدون عمل وبدون نشاط. هذا بعد رجعتك بعد رجوعي من البرلمان. نعم. نعم. بتوجهات من؟ أنت تعرفي الفترة هذيك 2004 كانت الانتخابات الرئاسية. نعم. وأنا بصفتي كمناضل ونائب وعضو في المجلس الوطني آنذاك واللجنة المركزية إن صح التعبير، جاءت الانتخابات 2004 مشيت او الاتجاه كان مع الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني اللي هو السيد علي بنفليس. نعم. فيعني النسبة المئوية كبيرة للمناضلين كانوا مشاو في هذاك الاتجاه بطبيعة الحال كمناضلين منضبطين وملتزمين. فبعد نهاية الحملة الانتخابية والانتخابات بقينا على كل على مستوى الحزب وعلى مستوى البرلمان، ولكن لما انتهت العهدة البرلمانية 2002-2007 فكرت الرجوع للتلفزيون الجزائري لأنه احكي لي على أول يوم دخلت فيه التلفزيون الجزائري بعد رجعتك، يعني من بعد انقضاء مدة يعني اللي كنت قضيتها في قبة البرلمان، كانت من 2002 إلى غاية 2007 وجهت للتلفزيون. نعم. كيف كان وفي 2000 انتهت العهدة 10 ماي 2007. 11 ماي 2007 التحقت بالتلفزيون الجزائري. كنت طلبت من الحمراوي حبيب شوقي انذاك المدير العام باش يعني استقبلني ومشكور جدا لانه كان الاستقبال حار ويعني احترمني كاطار سامي. وبعد يعني الدردشه دخلت التلفزيون، ثم كان حفيظ دراجي اللي هو كان نائب مدير العام استقبلني كذلك وتكلمنا على العمل، ولكن اشار لي، وهذه الاشاره اللي جاتني هذاك الوقت، اشار لي انه راني موجود داخل التلفزيون ولكن بدون عمل وبدون نشاط، يعني تهميش واقصاء. ماهوش دراجي وماهوش حمراوي حبيب شوقي، ولكن التوجيهات تقول انه مراد بوطاجين، توجيهات تقول انه مراد بوطاجين همش او اقصي. لماذا؟ لا لا لا, لا الامور واضحه. قلت احنا في 2004 الاتجاه والاختيار كان مع السيد علي بنفليس. الاختيار اذا كان أنا فخور بهذا الاختيار. لماذا؟ لأنه الاختيار كان مبني على أساس انضباطي، على أساس التزام مع الحزب، لأنه كان أمين عام للحزب. وهذا القرار يخصك أنت فقط لوحدك؟ لا يعني كثير من المناضلين، كثير من الإطارات همشوا، تم الإقصاء، التهميش، يعني شيء رهيب، يعني كان كثير الذي أقصي وهمش. أنا أقصد داخل التلفزيون، لا خارج التلفزيون. لا داخل التلفزيون. داخل التلفزيون فعلا في نفس اليوم لما يعني تم الإقصاء، ممكن نمر لمرحلة أخرى. يعني بعد 18 شهر يعني جيت داخل التلفزيون كالعادة، يعني ماهوش باش نعمل، لأنه ممنوع ما نعملش، أنا ما نقدمش يعني نشاط، ولكن جيت يعني في سنة ماشي 2007 ماشي 2008 2009 في 2009 يعني في المرحلة نتاع الانتخابات الرئاسية، العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية. لما دخلت جاي داخل التلفزيون يعني من 2007 ل 2009 قريب حتى 9. نعم. وأنت مهمش ومقصي من يعني التلفزيون الجزائري. ولكن نمشي للتلفزيون مرة في 15 يوم، مرة في الشهر، نمشي نشوف الزملاء ونغادر مبنى التلفزيون. ولكن في يوم الإقصاء لما مشيت للتلفزيون، عند دخولي للتلفزيون طلبوا مني الشارع يعني الباج، وممنوع باش ندخل. احكي لي على تفاصيل هذا اليوم. انا كنت نحكي لك، انا بصفتي كرياضي كنا جرينا لقاء مباراه زملاء تاع التلفزيون. التلفزيون وجاي لحقت المبنى، قبل ما دخلت لمبنى التلفزيون كانوا عاطيني بطاقه باش يعني السياره تكون في الباركينغ يعني
كثر خيرهم يعني قيموني، ولكن لما جيت داخل الباركينغ نعتبره زميل الموظف جاء طلب مني باحترام وبحشمه، قال لي استاذ ممنوع، ما تقدرش يعني كاري لا فواتور، يعني ما تقدرش توقف السياره. نعم. قال لي ممنوع. حسيت حاجه ولكن ما حسيتش اكثر، يعني قلت ممكن يعني خذاو اجراءات انه ممكن الباركينغ هذا ما يكفيش. يعني مشيت ستاسيونمون بعيد يعني بعيد جدا، وجيت يعني ماشي داخل للمؤسسه. لما وصلت للمؤسسه فيه زملاء كذلك نعتبرهم زملاء موظفين ثم في البوست بوليس، طلبوا مني، قالوا لي اولا طرحوا علي سؤال، قالوا لي خير ان شاء الله، واش مراد؟ وكان معايا زميلي عمر دريش اللي في التلفزيون، وكذلك سامي كشرود المخرج، كانوا لعبوا معايا المباراه وجينا داخلين. لما يعني اندهشت قالوا لي ممنوع تدخل التلفزيون. لا، وانا فكرت في الامور السياسيه، لانه ما عندي حتى مشكل لا مع المدير العام ولا مع الزملاء داخل المبنى. فطلبت، مشيت، خرجت يعني اعطيت لهم الباج ومشيت، يعني تقريبا يعني 10 أو 20 متر. فكرت، قلت لازم نقدم الاستقاله. عاودت رجعت طلبت من الزملاء يناديوا المكلف بالامن ربراب، عفوا بربار هذه زلة لسان بربار، لكن ربراب جبتها للسيد بربار، اعطيتها له، يعني تاسف، قال لي لا مراد ما تقدمش الاستقاله، وهذه يعني نتاسف لها انا ثاني يعني نحسلها. قال لي لا ابدا، انت يعني وليد التلفزيون ما تقدمش الاستقاله ابدا، هذه اجراءات تمشي للدار ومن بعد ان شاء الله فيه جديد. قلت له لا ما نقدرش. اعطيت له الاستقاله، ويومين بعد 48 ساعه عجبهم الحال بطبيعه الحال بسرعه، لانه اللي طبقوا هذا القرار، اللي وجهوا هذا القرار عجبهم الحال، لانه مباشره سهلت لهم المهمه، فاعطوا لي الوثائق تاعي ومشيت للتقاعد. انا ذاك كان من كان المدير العام؟ كان عبد القادر العلمي. يعني فترة تهميشك أو إقصائك اللي كانت من 2007 إلى غاية 2009، وش كنت يعني ماذا؟ ما كنت نعمل حتى شيء. أين كان مراد بوطاجي؟ لا شيء، ما كنت نعمل حتى شيء. بقيت كرياضي بطبيعة الحال، نمارس الرياضة، ونمشي مرة قلت لك في الأسبوعين أو 3 أسابيع نمشي للتلفزيون، الزملاء نشوفهم ونمشي. المشاهد أو المتابع لعمالقة وكبار الصحافة الذين خدموا مؤسسة التلفزيون بالنفس والنفيس وفي أحلك الظروف، ألا وهي العشرية السوداء، لكن للأسف يعني كلهم، لم نقل يعني كلهم، يعني معظمهم عانوا التهميش والتضييق، وخرجوا يعني بطريقة لا تليق بالكبار وبأعمدة هذه المؤسسة. على سبيل المثال وليس الحصر، مراد بوطاجين، حفيظ دراجي، أحمد مقعاش كذلك، صبرية دهيليس وسعيد علمي، نعم، سليمان بخليلي كذلك. فعلا. ما تعليقك؟ هو شوف، احنا نحترم كل يعني الإجراءات، توجيهات لما تكون مهنية، لما نكون في وسط مهني احترمها، لما نكون في وسط سياسي احترمها، ولا احترم التوجيهات او الاجراءات السياسيه. هنا نحترم الاجراءات. هنا في التلفزيون الجزائري ما كانتش اجراءات مهنيه واحترافيه، وما كانتش يعني توجيهات كذلك اللي وجهوا هذا الشيء، ما كانتش احترافيه ومهنيه كذلك. وللاسف كانت الخلفيه سياسيه صرف فعلا، ولكن ما لازمش يعني ما يكونش خلط بين السياسه والمهنه او الصفه المهنيه. سياسه شيء خارج المؤسسه، حتى واحد ما يمنعني باش نعمل سياسه، لانه انا يعني منذ صغري وانا في حزب، في النشاط الجمعوي في الشبيبه، فهذا واحد ما يمنعني، ولكن داخل المؤسسه حاسبني. اذا كان فعلا انا نسيس داخل المؤسسه، لا، هنا كاين قرار اداري تاع الاقاله، ماهوش يعني تخليني نمشي للدار وناخذ الراتب هذاك ومريح ومهمش، لا، هذا يعني معنويا اكثر مما يعني يقول لك روح للبيت وراتبك راهو يلحقك ويلحق الراتب، يلحق، ما ينحيولك حتى ضروري، ما نشوفش وجهك فقط. لا، ما نشوفش وجهك برك فقط. فالشيء هذا من جهه اخرى، الطريقه
طريقه لازم نعم، لماذا هذه الطريقة المنتهجة من طرف مؤسسة كبيرة بحجم التلفزيون في حق أبنائها؟ لانه الطريقه تختلف من شخص الى اخر. هي الشخص لما يجيه امر بتطبيقه، فهنا يختلف من شخص او من شخصيه الى اخرى. احنا كان في قضيتي مثلا كان من المفروض يعني يستدعيني المدير العام، هو اطار سامي وانا اطار سامي في الدوله، يستدعيني نجلسوا انا نعرف باللي ماهوش هو ماهوش القرار ماهوش هو، ولا نريح في جلسه ويفسر لي الوضعيه ونمشي نروح شهرين ما نبانش 3 شهور ورا المشكل، لانه فيه ارتباط بين السياسه والمهنه. انا على ذكر عبد القادر علمي في محاضره عندها ما عندهاش يعني عندها شهر قريبا لقيته في الجامعه في بن عكنون، جاء كان هو ولوناكر، مشيت شفته جاي وانا كنت ماشي، قلت اخلاقي وتربيتي ما تسمحليش باش يعني ما نتكلمش معاه، ولو هو اللي قام بهذا الشيء هذا يعني. اجراء. نعم. مشيت سلمت على المدير العام الاذاعه وسلمت عليه هو وقلت له ولكن اليوم ربما هذا اليوم هذا نعتبره يعني فرحه، ولكن قبل ما نفرح لازم نقول لك انه راك ارتكبت خطا معي. الخطا واش هو؟ على الاقل كنت تستدعيني للمكتب وتقول لي مراد روح ريح ومن بعد الامور راهي تبان. هذا الشيء اللي ما عملوش، ولكن احنا بالنسبه لي انا يعني السماح ما كاين حتى شيء. كيف عاش مراد بوطاجين العشرية السوداء؟ هي العشرية السوداء ما نقولش مراد بوطاجين، ولكن كل الزملاء يعني كل الزملاء وكل اسلاك لانك اليوم انت يعني ضيفنا والمواطنين يعني. المواطنين عاشوا فتره صعبه، الاسلاك الامن عاشوا فتره، والصحفيين انت تعرفي الصحفيين عاشوا فتره صعبه، لانه كانت قناه واحده وكل الاضواء يعني متوجهه لهؤلاء الصحفيين. اهم حادثه لن تمحى من ذاكره مراد بوطاجين هي بان العشرية السوداء. العشرية السوداء هي مرة كنت ماشي نقدم أرقام وتعليق، تبدا على 11 تاع الليل تخلص 12 ونص في بعض الأحيان. عطاونا دي لوجمون سيكوريتير، أنا ما مشيتش، بقيت في السكن تاعي بقاريدي، أنا وعبد القادر شنيوني وحسن دريسي وغيرهم، مراد شبين وغيرهم، كاين اللي مشاو للوجمون سيكوريتير، بينما انا كنت نخلص ارقام وتعليق نمشي للمنزل. خطره جيت خارج من مبنى التلفزيون، الامن تما طلبوا مني قالوا لي لا تبات هنا في داخل التلفزيون. بت على كل حال قضيت الليله في التلفزيون. مره اخرى كنت ماشي لانه فيه اتصال بين رجال الامن، لانه نفوت على بير مودرايس فيه كذلك تما باراج، فيه باراج اخر في قاريدي. لما مشيت لقيت الباراج تاع قاريدي، طلبوا مني وقالوا لي ما تزيدش تجي كي تكمل الحصه ما لازمش تفوت منها. هذه نتذكرها، وليت نبات في التلفزيون نقدم الارقام وتعليق ونبات في التلفزيون. مره كنت جاي خديت يعني سياره اجره، كنت جاي ولحقت التلفزيون. لما جيت داخل استغربوا، قالوا لي سمعنا بالليك يعني قتلوك ايه جاهم خبر هكذا يعني. نعم، خبر مشاو هكذا. قلت له لا الحمد لله راني موجود معكم. هذا نتاسفوا له على كل حال، خاصه الزملاء. احنا كنا كي نخرجوا من التلفزيون العشيه غدوه ما على بالناش شكون يرجع، ما على بالناش، ما نعرفوش شكون يرجع، لانه الظروف كانت صعبه جدا والامور يعني غامضه، والحمد لله. وبعد خروجك من التلفزيون لماذا لم تختار الهجره؟ يعني لم تتلقى عروض؟ هو العروض ما كانش يعني اللي يتلقى، لم تختار انت يعني الاحتراف كباقي الانسان يطلب وكانوا يروحوا تقريبا. احنا معظم الصحفيين مشاو، صحفيين متوسطين ومشاو، بينما الاختيار نتاعي انا كان ما مشيت ما بقيت يعني، لانه السبب ربما الرئيسي كنت مسؤول على عائله كبيره يعني وعائله صغيره من بعد، والسبب واخترت نمشي نقدم برامج مع قناه الدوري والكاس بقطر، كاس العالم، كاس افريقيا، نمشي نقدم برامج ونجي، وبالتالي اخترت الطريقه هذه، ما مشيتش بصفه نهائيه وبقيت في الجزائر. كان كذلك اقتراح من نسمة تي في هذاك الوقت، ويعني ما مشيت، وبالتالي اخترت هذا وانا يعني سعيد بالنسبه لهذا الاختيار. كانت هذه فقرة أنت متهم سيد بوطاجين. مباشرة إلى الفقرة الموالية، نعم أم لا؟ نعم أم لا؟
مراد بوطاجين، دخلت التلفزيون الجزائري عن طريق واسطة، نعم أم لا؟ لا ماهوش وسط. نعم لا أم لا؟ لا لا, لا. في فترة من فترات حياتك تعرضت للتهديد والقلق واللا استقرار، نعم أم لا؟ نعم. مراد بوطاجين، كان لك لقاء مع مبرمج مع مدني مزراق، نعم أم لا؟ نعم. مراد بوطاجين، ذات يوم طرقت باب المحاباة لقضاء حاجة ما. اضطررت أن تطرق باب المحاباة لقضاء حاجة ما. لا. 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 ندمت يوما لأنك لم تدافع كما ينبغي عن قضيتك أثناء المرافعة، نعم أم لا؟ لا. لا. ندمت يوما لأنك كتبت استقالتك بيدك، نعم أم لا؟ لا. تريد أن تصبح وزيرا للشباب والرياضة، نعم أم لا؟ لا ونعم. لا ونعم. لك خلافات مع حفيظ دراجي، نعم أم لا؟ لا. لا. مراد بوطاجين، هل تحلم بالعودة للتلفزيون الجزائري، نعم أم لا؟ نعم أم لا؟ لا. لا. تنتهي فقرة أو ينتهي الكرونو، مدة الكرونو. سيد مراد، قلت لم تدخل للتلفزيون عن طريق، قلت لا. أحد أقاربك هو اللي قام ما هوش يعني وساطة. يعني علاش قلت لا؟ كنت قادر نقول نعم، ولكن علاش قلت لا؟ لأنه أحد أقاربي موظف بسيط في التلفزيون، تكلم في يوم من الأيام مع بن يوسف وعدية اللي هو كان رئيس القسم الرياضي، وقال له يعني من العائلة عندنا واحد رياضي يعني مشهور، يعني معروف رياضيين في الوسط الرياضي، يستحق أنه يكون يستحق هنا. إذا كان ممكن، إذا كان ممكن. فكلمني يعني كلمني ومشيت عند بن يوسف وعدية. أنا نزيد لك علاش قلت لك لا. كي مشيت عند بن يوسف وعدية استقبلني، وكتر خيره لأنه المدرسة هو بن يوسف وعدية، استقبلني لمدة 15 يوم، خدا القرار على أساس أنه أعمل بالتلفزيون. كنت في تجربة طبعا. كنت في تجربة. نعم. وطلب مني، لأنه من الصعب جدا يعني باش الواحد يلتحق بالتلفزيون الجزائري، بعد 15 يوم 20 شهر يعني على أقصى قدر، طلب مني الملف. قلت له لا، مازال ما نتوظفش، وبقيت نعمل لمدة يعني سنوات باش توظفت. أنا اللي أنا يعني علاش قلت لك نقول لا؟ لأنه حتى أنا كان اختيار لي هل أتوظف بصفة دائمة، نعم، أم يعني أعمل بكري يسميوه لو كاشي، يعني نعمل مرة في الأسبوع نمشي نغطي الأحداث الرياضية. بقيت لمدة عامين باش يعني طلبت التوظيف، ولما طلبت التوظيف يعني فرحوا قالوا لي بارك الله فيك. في فترة من فترات حياتك تعرضت للتهديد، للقلق، للا استقرار. هو بعد الاستقالة، بعد ما قدمت الاستقالة في التلفزيون، أنا من طبيعتي يعني ناشط، يعني عندي النشاط، نحب ننشط، فبقيت يعني التهميش هذا يقتل الإنسان، يقتله يعني. هذا هو الشيء، هذا هو التهديد، نسميه تهديد. ونشوف نتذكر أنه يعني سنوات وسنوات اللي قضيناها في التلفزيون في الظروف الصعبة، وإن كنا نقدم الكثير، ولكن ما ننسوش كذلك التلفزيون أعطانا الكثير، يعني هذه لازم نتكلموا عليها، أعطانا الكثير، ولكن احنا قدمنا الكثير خاصة في الظرف الصعب. فهنا هذا التهميش هذا اللي خلاني يعني نتقلق نوعا ما، هذا هو الشيء اللي ربما في هذا المرحلة هذه. ولكن مرحلة ومرت، لأنه مشيت من بعد مرحلة ثانية اللي هو ممكن راح نتكلموا عليها بعد قليل، وهي التوظيف على مستوى الجامعة، محامي. يعني هذا شيء ما كنتش نحلم به، يعني ما كنتش نقول انه مراد بوطاجين اليوم راه صحفي ومن بعد يمشي لبارو، مراد بوطاجين اليوم راه صحفي ويمشي يدرس في الجامعه. اليوم ممكن احنا نقولوا عسى ان تكرهشين فهو خير لكم، يعني ممكن الشيء اللي عملوه فيا وسماح ما كاين حتى شيء، ما عندي حتى، ممكن يعني عملوا مزيه. اليوم راني موجود معكم. نعم، قلت اسمح. اسمح بها. تسامح انت من كان السبب في خروجك لا، من التلفزيون؟ لا، اسامح، ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل. ما نسامحهمش على الطريقه، لا مانيير اللي عملوها فينا احنا. ممكن احنا الصحفيين اللي ذكرتيهم ما لازمش يعملوها في المستقبل، لانه هذو اللي يعملوا ممكن زمان كانوا عملوها فيهم
وبالتالي ما لازمش احنا اللي يجي يعمل هذا الشيء في اللي راه جاي، تتكرر خاصه نفس الشباب الطريقة. لازم يعرف باللي هذه لا، هذه الحقد والكراهيه لا ابدا. احنا نعتمد على الكفاءه والنشاط والالتزام والتربيه والاخلاق، هذا ما كان، هذا هو الشيء اللي لازم نعتمد عليه. كان لك لقاء مبرمج مع مدني مزراق، كيف، متى، أين؟ لماذا؟ أنا نحير كيفاش تجيبي هذا لماذا؟ لماذا؟ أنا لما كنت برلماني طلبوا مني باش نكون في اللجنة الوطنية للعفو الشامل. اللجنة الوطنية للعفو نعم. اللي كان يرأسها الرئيس الراحل بن بلة، أحمد بن بلة، وكانت مجموعة تعمل في هذه اللجنة. كان اسماعيل انذاك تاع البيرة، كان بن اسماعيل كذلك، كان الحاج نور الدين، كان سراي الخبير الاقتصادي، كان بوفراش اللي معروف في الوسط يعني في الوسط تاع الاسلاميين، وكان كذلك كانوا اخوه اللي كانوا تابعين المزراق وعلي بالحاج وكذا، كانوا في اللجنه. وبالتالي بدينا نعملوا كان فيه اتصالات بطبيعه الحال مع الاخوه. انا كلفت بمهمه باش نتصل بمدني مزراق. لما نقول مدني مزراق يعني في هذاك الوقت، ماهوش يعني الان، ماشي نعم. اليوم يعني في الظروف نقدر نقول مازالها صعبه. فمشيت كان الموعد بقسنطينه، بجامعه قسنطينه. كيف كانت ردة فعلك؟ مراد بوطاجين مكلف بلقاء هو كلفنا يعني مدني احنا كمجموعه كاعضاء لجنه. انا كنت ناطق رسمي مكلف بالاعلام. كمجموعه كل واحد فينا كلف بمهمه ما. طلبوا مني باش نمشي لجهه ما، قلت لهم لا، عفوني الجهه هذه ما نمشيش. مشيت جهه مدني مزراق. كان برمجوا ندوه بجامعه قسنطينه، وطلبوا مني باش يكون الاتصال، عطاو لي رقم الهاتف ومشيت واتفقنا على اساس انه في الوقت اتصلت ب نعم مشينا مدني مزراق. الندوه، اتصلت بمدني مزراق خارج القاعه. مشيت شغل الثوره بكري. عقدتم كلمته على الهاتف، كلمته قلت له الشيخ مراد. قال لي اهلا وسهلا، يعني كلموني. قلت له اني ننتظر فيك مازال ما لحقش. قال لي معذره، يعني طلب مني المعذره. قال لي اليوم ما نقدرش يعني نجي، ولكن كما اتفقنا الامور راهي تمشي وان شاء الله يعني فيها خير. هذا هو الشيء اللي قاله لي. انا بطبيعه الحال كلمت في اثناء الاجتماع، كلمتهم الشيء اللي وقع بيني وبين مدني مزراق. قلت لم تندم لأنك كتبت استقالتك بيدك وسهلت الطريق لجهة ما؟ بطبيعة الحال هي الجهة كانت تنتظر في هذه الاستقالة. لو ما قدمتش الاستقالة ممكن يعني نرجع للتلفزيون وزيد ممكن تكون أمور أخرى. وبالتالي فضلت، علاش ما ندمتش، فضلت ندمت مغادرة التلفزيون. أنا يعني لما نشوف التلفزيون يعني واش نقول لك، أشعر بواحد الشيء اللي يعني يخليني نتأسف ونفرح في نفس الوقت. نفرح لماذا؟ لأنه مدرسة، دارنا التلفزيون، عشنا فيها، خاصة في الظروف الصعبة، عايشين ثم داخل التلفزيون. وبالتالي قلت ما ندمش، لأنه سهلت لهم المهمة، لأنه هما في اتجاه وأنا في اتجاه آخر، وإلى حد الآن ما زلنا في اتجاه، ولكن أنا نأكد لهم أنه الاتجاه يعني الفرق هو بيننا هو البرنامج والافكار، هذا مكان نعم. ماهوش شيء اخر. تريد ان تصبح وزيرا للشباب والرياضه؟ قلت لك لا ونعم. لا لماذا؟ لانه الوزير يعني لازم تكون مهيكل. انا هذا هو الشيء اللي نشوفه. انا مهيكل في حزب جبهه التحرير الوطني الى حد الان مازال لي في الحزب جبهه التحرير الوطني، ولكن ما ننشطش بزاف، لانه احنا الحزب يعني هو بحاجه اليوم ممكن لاطارات اخرى ما تنشط، ويجي الوقت ان شاء الله ممكن كل اطارات ترجع تنشط. وبالتالي انا يعني احترم هذا المبدا يعني تاع الاختيار. اذا كان الحزب اختارني كوزير نمشي. لماذا نمشي؟ يعني سعيد. لماذا؟ لانه رايح نمثل حزب راح نمثل قوه، واول قوه في البلاد. هذا شيء يشرفني. نقول نعم، ولكن اذا ما كانتش بهذه الطريقه، اذا كانت بالطريقه العشوائيه، يكلمك بالتليفون ويقول لك ارواح باش تجي وزير، نقول له بارك الله فيك، شوف واحد اخر. هذا هو اللي علاش قلت لك نعم ولا. ترفض انهم يتصلوا بك يعني ويقولوا لك اصبحت وزيرا بهذه الطريقه؟ بهذه الطريقه لا، ما نقبلهاش. منهم شكون هذول اللي يتصلوا
يعني لانه حتى نشوف كاين احترام تجاه من يتصل. اذا كان نشوف انه توجهي، خاصة توجهي في أفكاري، ماهوش يعني في التوجهات أخرى، في الأفكار خاصة مثلا في البرامج، برنامج الإعلام، برنامج الرياضة، يعني هذا هو الشيء اللي نتكلم عليه. إذا كان فيه اختلاف علاش نروح أنا وزير باش يعني من بعد نلقى صعوبات؟ لأنه إذا كان مشيت وزير كيما كلمني باش ينصب لي ومن بعد يكلمني باش ينحيني ولا يكلمني باش نطبق أوامر، ما نقبلهاش، ما نقبلهاش. نقبلها في إطار منظم محترم وقوي، يكون قوي، يعني السند يكون قوي. قلت ليس لك خلافات مع حفيظ دراجي؟ ابدا ابدا. حفيظ دراجي تغار من زميل حفيظ وصديق. دراجي. نعم. تغار من حفيظ دراجي. نعم ما سمعتك. تغار من حفيظ دراجي. غار؟ علاش نغار؟ ابدا ابدا. حفيظ دراجي التحق بالتلفزيون الجزائري في سنه 90 وبدينا العمل في كاس افريقيا سنه 90. يعني انا كنت نقدم برنامج كاس افريقيا، الكاس اللي نالها المنتخب الجزائري، اول كاس واخر كاس، ودراجي كان علق على مباراه، وبالتالي بدينا نعملوا مع بعض. ثم اكتشفنا انه دراجي عنصر بارز كمعلق، كصحفي معلق، ومشينا في تكوين في فرنسا انا وياه، وعرفنا من بعد في سنوات من بعد عرفنا انه هذا الصحفي بارز. دونك هنا لازم الجمهور يعرف، لازم يعرف انه هذا يعني الشخصيه حفيظ دراجي عنصر فعال وبارز في التعليق على الصعيد الوطني، وانا نشوفه على الصعيد العربي. بينما حفيظ دراجي لما جاء ومن بعد التحق وعطاو له المسؤوليه، ثم كانت المناوشات، ماشي غيره. ما نغيرش انا من حفيظ دراجي. علاش نغير من حفيظ دراجي؟ لانه كنت عنصر بارز انا كذلك، كنت نقدم البرامج كي ذكرتيها في البدايه، نقدم البرامج، ما نقدرش نغير من واحد، بالعكس، ولو فيه هذه نوع من الغيره، نوع من هذه موجوده عند الانسان. حفيظ دراجي تقلد مناصب داخل التلفزيون الجزائري في الاداره والتسيير، يعني بعيدا عن التنشيط والتقديم والتعليق. فعلا تقلد المناصب، نجح في البعض منها واخفق في البعض الاخر، بطبيعه الحال كان شاب، ولكن لما تقلد انا كذلك تقلدت هذه المناصب، ماهوش مشكل في الدوله. ولكن الشيء اللي حبيت نقوله هو عنصر بارز كصحفي، يبقى كمسؤول. هذيك بطبيعه الحال المديريه هي اللي تقيمه، ولا الوزاره او شيء اخر. فبالتالي انا نقول الناس تقول مثلا حافظ دراجي، نتكلموا على المناوشات. نعم. مناوشات، نعم، كانت مناوشات مع حفيظ دراجي. لماذا؟ لانه كنت نقدم انا برنامج كبير وهو كان مسؤول، وبالتالي تكون مناوشات، ولكن في الاخير دائما نلقاو الحلول. بالعكس. تحلم بالعوده للتلفزيون الجزائري؟ قلت نعم ولا قلت لا؟ لا، قلت لا. قلت لا. لا. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. انا خذيت التقاعد. لما نرجع التلفزيون ما كانش كلهم راهم يمشيوا للتقاعد، ما كانش كيفاش ترجع للتلفزيون. اذا كان خذينا كلمه مدير للتلفزيون، مدير تلفزيون ترجع لجهه اخرى. اذا كان الجهه هذه طلبت مني مسير داخل بطبيعه الحال، اذا كان الجهه هذه كما قلت لك في البدايه يعني مدعم بحزبي مثلا. نعم. اقول مثال، مدعم بحزبي، والجهه هذه بحاجه الي كمدير في التلفزيون او شيء اخر، انا موجود. ولكن باش نرجع للتلفزيون كصحفي مشى الوقت خلاص يعني، ولكن حاجه واحده حاب نرجع في يوم من الايام، لانه من هذاك اليوم ما ادخلش التلفزيون، وتحبي نعطيك حاجه ديتها واحد السنوات، ما نقدرش ندوز على البولفار هذاك، ما نقدرش ندوز. قعدت لك يعني حرقه؟ ما نقدرش نجوز من فوق، ولكن في السنوات الاخيره هذه وليت نجوز، ما كاينش مشكل. مراد، إلا رجعت انا نطلب الباج تاعي يرجعوه لي، هذا ما كان هو فقط. الباج أو بطاقة مراد بوتاجيل بها ربع قرن من حياة مراد بوتاجيل، بها ربع قرن من الزمن. نعم. قضاها مراد بوتاجيل داخل مبنى التلفزيون الجزائري. نعم، هذا هو اللي نطلبوا الإعلان فقط.
لأنه نطلب من أعضاء المحكمة يمشوا للتلفزيون ويحاوروا الزملاء في التلفزيون عن مراد بوطاجين داخل التلفزيون، أخلاقه وتربيته إذا كانت سيئة ولا حسنة وكيفاش كان يعمل، هذا ما كان، وفقط. مراد بوطاجين إعلامي، محامي، برلماني ومدرس، من الأقرب لمراد؟ صحفي إعلامي. أنا شفت التجربة كمحامي، مهنة نبيلة، يعني نشوف فيه تطور، فيه الحمد لله نشوف شباب يعني في مستوى عالي محامون الآن، هذا في المجال المحاماة في الجامعة شيء جديد بالنسبة لي، وأنا فخور. لماذا؟ لقيت روحي أولا ندرس، وثاني لقيت روحي في وسط الطلبة اللي عشت أنا هذيك المرحلة، وبالتالي نزيد راني نعيش فيها الآن. شيء ممتاز، ولكن ما نقدرش نغير المهنة تاعي، ولو في البداية كي ذكرتي يعني الدراسة الأولى كانت في القانون، ولكن المهنة نتاع الصحافة لا، ما نقدرش نغيرها. أي مهنة الأقرب إلى مراد هو مراد الصحفي. أي مهنة ملأت جيب مراد بوطاجين وحسنت وضعه؟ مهنة الصحافة، مهنة المحاماة، مهنة التعليم، أو قبة البرلمان؟ هي من الناحية الاجتماعية، الحالة الاجتماعية، مهنة الصحافة داخل التلفزيون كقناة واحدة والعلاقات. نعم. خلتني يعني نحل كل مشاكل الاجتماعية ممكن تاعي ونتاع العائلة. نعم. الصغيرة والكبيرة، أنا هذه موجودة، ولكن أقول وأؤكد حل المشاكل وفقط. نعم. إذا كان فيه شيء آخر يتفضل. نعم. يقولوا لي عليه. هذا بالنسبة للحالة الاجتماعية، ما نقولوش مال، ولكن في شكل يعني أشياء اللي تخليك ترتاح اجتماعيا. أما بالنسبة للجانب المالي فهو بطبيعة الحال البرلمان. قبة البرلمان، فالراتب أعلى بكثير من راتب الصحفي. احكي لي على أول يوم قضيته داخل البرلمان، أول يوم لك داعي المشاهدة يعيش يعني نعم البرلمان. هو شيء جديد بالنسبة لي، يعني مهما يكون الإنسان، مهما تجربته، مهما علاقته، كنا صحفيين ونشطوا نتحركوا، ولكن لما مشيت البرلمان يعتبر جديد، وكأنه راح تفوت الباك ولا نعم. ف يعني جو آخر كما سميته أنا مع الزملاء تما، يعني كاري كما يقولوا، يعني بروتوكولار، تولي حتى يعني تمشي غيرت من مشيتك يعني. نوعا ما فالشيء يختلف، ولكن مع مرور الوقت، خاصة أننا لما مشيت البرلمان في الأسبوع الأول أو الأسبوع بعد أسبوعين، فيه بطبيعة الحال تعيين النواب في اللجان. تعرفي البرلمان عنده 12 لجنة تنشط داخل البرلمان، يعني دي كوميسيون بيرمانونت. أنا عينت على مستوى لجنة الشباب والرياضة، يعني الحزب هو اللي يعين المكتب السياسي للحزب آنذاك على رأسه علي بن فليس. نعم. هو اللي يعين اللي يمثلوه كرئيس كتلة أو رؤساء لجان أو نواب رؤساء. نعم. فعينت على مستوى لجنة الشباب والرياضة، فبديت ننشط، يعني عاودت حييت من جديد. ولكن مهما يكون النشاط داخل البرلمان ما كانش نشاط كبير. قال لك اللي يدخل البرلمان يسمان، ما علاقة البدانة بالبرلمان؟ هذه نعطيك بعض التفاصيل. فعلا أنا لما دخلت كنت في اللجنة. نعم. وبالتالي لازم نكون تقريبا بيرمانون داخل اللجنة دائم. فيه دعوات كثيره تجي، اما لجنه الشباب والرياضه، اما تجي لرئيس البرلمان. انا ذاك كان كريم يونس، كان كريم يونس من بعد جاء سعداني، يعني من بعد جاء سعداني كان كريم يونس. دونك فيه دعوات اما تاع اللجنه اما تاع البرلمان او تاع المجلس يبعثوها لنا، يعني تقريبا نقول تقريبا، يعني ما نزيدش اكثر، تقريبا كل 4 أيام 5 عندنا دعوه نمشوا حفل ما، اما ثقافي اما رياضي اما سياسي، المهم نمشوا. لما تمشي هكا تروح ما كاين حتى حاجه، كل شيء بروتوكولي، كل شيء يعني ديكور، كثره الجلوس، غير الحلويات هذوك، وما تجيبش تخبر تلقى روحك تاخذ لو بوا هذاك. دونك انا اثرت لي هذه لمده 8 شهور 10 شهور هكذاك، ولكن بعد غيرت الطريقه. كي فقت روحي باللي لو بوا زاد، رجعت للتدريبات تاعي كبرلماني وكرياضي في نفس الوقت. وما حكايه الصف الاول؟ يعني لما نخرج في مناسبه ما فكل واحد منا يعني في الاطار البروتوكولي كل واحد ينتظر باش يكون في الصف الاول.
لانه اذا كان ما كانش في الصف الاول يحس روحه ناقص، يعني لماذا؟ لانه يمثل حزب، لانه كل واحد فينا يمثل ماهوش غير لا فلان، ولكن كان احزاب اخرى، وبالتالي اذا كان حطوك في الصف الثاني ولا في صف اخر، هنا يكون نقص للشخصيه. احنا نشوفوها هكذا، ولكن هي ما كانش يعني ببساطه لما مع مرور الوقت تقول او سي با بوسيبل، هذا ما كانش منه. ولكن انا يا شخصيا مثلا كنت نمشي الحفلات هذو والتظاهرات الى اخره بالدعوه، دعوه اما من قلت لك من عندنا من اللجنه ولا من المجلس، ولكن انا حتى ولو نكون في الصف الاول، حتى ولو تكون شخصيه يعني اقل درجه من، ما نقولش اقل درجه ولكن شخصيه، انا الكاميرا ما تفوتنيش، ولا تلتقط ممكن الصوره تاعي، ولكن في النشره نتاع التلفزيون الجزائري على 8 ما نفوتش، يحذفوها. ما هو تقييمك يعني ل5 سنوات من حياتك قضيتها بقبة البرلمان؟ وكاين بزاف اللي يقول لك البرلمان ما عندوش دور، لا، لازم هنا نحترم المؤسسات نتاع الدوله، لانه الصح فعلا اقول هذه، نقول كصحفي وكمواطن وكيعني رياضي خاصه، نقول للشباب انه المؤسسات موجوده، مؤسسات الدوله قائمه وموجوده، ولكن كيفيه تسيير هذه المؤسسات اللي لابد من اعاده النظر فيه. البرلمان مثلا فيه 12 لجنه تنشط، لجنه الثقافه، لجنه الثقافه والاتصال، لجنه التربيه، لجنه الصحه، لجنه الدفاع الى اخره، اللجنه الماليه، اللجنه القانونيه، كل هذه اللجان. كونت انت لجنه لتحقيق حول عمل الفيدراليه الجزائريه. نعم. ناكد برك نكمل هذا ال 12 لجنه. تفضل. ما عدا اللجنه الماليه واللجنه القانونيه، اللي يعملوا اكثر، الباقي اللجان ينتظروا مشروع قانون باش يثريوه ولا يناقشوه، يبعثوه المصادقه ومن بعد خلاص يبقاو. اما فيما يخص لجنه التحقيق، فعلا انا لما كنت في لجنه الشباب والرياضه يعني يحترموني بصفتي كرياضي كصحفي رياضي. نعم. يعني كانت فوضى في التسيير في العهده الاولى لمحمد رورة انذاك، العهده الاولى اقولها، فبالتالي كانت الجرايد تكلمت. شفت انا من صلاحياتي ومن صلاحيات النائب باش يعني يقوم تكون لجنه تحقيق. نعم. لكيفيه تسيير هذه الاتحاديه. مشيت يعني جبت الامضاءات بعدد كبير جدا من النواب، مختلف الاتجاهات، يعني مختلف الاحزاب، وكنت نعمل بالتنسيق مع الزملاء، وبالتنسيق كذلك مع قيدوم، الوزير قيدوم. كنا نعمل بالتنسيق على اساس انه اولا تكون اسئله شفويه، ثانيا ما بعدها يكون تحقيق. وللاسف الشيء ما مشاش. الاسئله الشفويه كانت، وهنا نرجع للاسئله الشفويه داخل البرلمان، ما عندهاش فعاليه كبيره. اسئله شفويه 5 شهور 6 شهور بعد باش تكون اسئله شفويه، حتى التطبيق تاعها من بعد الميداني ما نشوفوش. هذا من جهه. بينما فيما يخص التحقيق في حد ذاته، حسيت انه فيه يعني بقات اصبحوا النواب يتهربوا. كاين كثير من النواب يحكموني في البرلمان ولا عن طريق الهاتف يقول لي نحي اسمي، بديت نمحي لقيت روحي انا ومجموعه فقط. بالنسبه لي هذه لجنه التحقيق، وفي الاخير يعني ما مشاتش. ولكن روحك لحالك او لحالي؟ لا، مع مجموعه، ولقيت روحي ما مشاتش هذا، ولو كنت صرحت للصحافه. ولكن هذا بالنسبه للعهده الاولى. هنا يعني نعطيه دليل سيد على نعم. انه من بعد غادر الاتحاديه، مشى لانه ما وفقش العهده الاولى، مشى للهيئه الدوليه. لما رجع نقول الان راه وفق في تسيير الاتحاديه في كل يعني جوانبها، وفق في الهيئات الدوليه اللي حالنا رانا موجودين، وفق في الفريق الوطني ولو 100% يعني من الخارج، ولكن وفق بالنسبه للنتائج. مراد بوطاجين كبرلماني سابق، ماذا قدمت لقانون التربيه البدنيه والرياضه؟ وقانون التربيه البدنيه والرياضه انا كنت محظوظ، لانه لما كنت في اللجنه قدمنا المشروع، ماهوش احنا اللي نقدمه، لكن القطاع يجيب المشروع. لما جاب المشروع درسناه، واول مره في تاريخ البرلمان جبنا وحضروا معنا خبراء رياضيين باش ترينا هذاك القانون، هذاك المشروع، يعني الاثراء، المناقشه الى اخره. من بعد مشينا للمصادقه، صادقنا عليه. انا يعني كنت فخور. لماذا؟ لانه ساهمت. ولكن المشكل لما يخرج من البرلمان ومصدقوا عليه، لما يمشي للقطاع، القطاع هو الصح. يعني لماذا؟ لانه فيه نصوص تنفيذيه، وللاسف لما يكون القانون اليوم وبعد يصدر قانون واحد اخر 10 سنين بعد، هذا القانون قبل ما يتلحق 20 بعد صدور الثاني، في ال10 سنين هذه النصوص التنفيذيه، وهذه نسبه مئويه صحيحه، النصوص التنفيذيه تتراوح بين 15 و20%، ما يطبقوهاش.
ما كاينش التطبيق لماذا؟ هذا هو الشيء اللي رانا نشوفوه، الفساد هذا الشيء اللي قانون راهو موجود لكن لا يوجد تطبيق. لا يوجد تطبيق. حادثة أسالت حبر الصحافة ذات يوم عام 1990 في نهائي كأس إفريقيا للأمم في طبعته 17. تحكيها لنا يعني؟ نحكي لك، ما كان عنديش انا ديت القسم، وبالتالي لازم نحكي، ما كاينش حاجه يعني نخبيها. انا في التسعين الحمد لله يعني افتخر من جهه، وما نقولش نتاسف، لانه هذه تبقى نكته بالنسبه للمواطن والمشاهد، خاصه لا جينيراسيون هذه، يعني الشباب ما يعرفوهاش، نحكيها لهم باش يوليو يعرفوها. في التسعين فخور لانه انا الصحفي اللي كنت نقدم الحصه يوميا على 9 تاع الليل من ملعب استديو كما هذا، كان استديو في ملعب 5 جويليا لمده شهر و4 ايام الكاس افريقيا. يعني انا سعيد جدا لهذا، هذا يدخل يعني في التاريخ مساري، شيء ممتاز. عشنا الحدث كذا الى اخره. في نهايه الحدث فيه نهائي، لقاء النهائي لعبنا مع نيجيريا، ربحنا المنتخب الوطني، فاز ب1-0. يعني في نهايه المقابله استديو تما مباشره لي 3 كاميرا نعمل بهم، ومن حين لاخر يجيبوا لي ضيف مباشره، يعني والمدير التلفزيون يقول لي كمل الى اخره الى اخره، دون تحضير مسبق يعني. بدون ما تحضير، لان عشنا الحدث ماهوش مشكل كرياضي وزيت عايز الحدث ما كان حتى مشكل. نفوتوا الضيف ومن بعد يمشي، وبقينا لمده ساعتين وقيلا وحنا ننشطوا الحدث. يجي احد الزملاء حسن دريسي وراء الكاميرا 1 عمل لي هكذا، وانا كنت مباشره نهضر مع المشاهد، عمل لي كان واحد معاه قال لي هذا يعني اذا كان يتفضل. عملت له براسي هكذا، المشاهد ما على بالوش واش يعني درت له جاست، دونك جا تفضل. هذا يا سي مستر كليمانس، سي ان هولندي ويدرب نيجيريا ويتكلم الانجليزيه. احنا الانجليزيه تاعنا تيرمينال، احنا في الجامعه ما قريناش الانجليزيه، ولو مره على مره كي نخرجوا يعني الافريقيا يعني نتكلموا عندنا القاعده ولكن بعض الاخر. جاء تفضل، قلت له ويلكم مستر كريموس، ويلكم ان اور تلفزيون، ستاي هير كذا. قعد كيقعد طرحت له اول سؤال، قلت له مستر كريموس وات از يور امبريشن اباوت ذيس جيم، يعني سي نورمال كاين فوتر امبريسيون سور سيت ايفينمون وكذا الى اخره. جاوب، كي جاوب هو بطبيعه بالاختصار، انا يعني عشت الحدث، ناخذ الفكره برك ونعطيها للمشاهد. نعم. هو يجاوب، انا نعطي للمشاهد، وليت يسمى نهضر الانجليزيه ونترجم كذلك للمشاهد. السؤال الاول، السؤال الثاني باجتهاد منك. لا باس، يعني لا باس، ممكن فيه بعض الاخطاء ولكن على العموم لا باس. السؤال الثالث هي نورمالمون نحبس ما نزيدش، انا حلات لي يعني كملت. نعم. قلت له مستر كليمانس وات از ديفيرنس باوت ذا فيرست جيم اند ذا سكند جيم. لو كان خليتها هكذا برك لا باس. قلت له ذا فيرست جيم 5 دونك 3 فوا، وانا نقول 5 نحوس على البوت. بكري ما كانش هذه التعاليق هذه، ما نسمعوش جول، درك كاين في القنوات العربيه وكذا. بكري نسمعوا بوت في لي شان فرونسيز، ولا هنا نقولوا هدف. ما كانش جول. نحوس عليه ومن بعد اوليو باش نقول 5 بوت، معليش نقولها ان فرونسي، قلت له 5 بوتس. دونك حبيت 5 بوتس غدوه في الجرايد بوطاجين 5 بوتس، يعني قلت لهم ما شفتوش يعني الترجمه اللي كنت نعمل له شيء، شفتوا غير الفايف بوتس، يعني توقفت غير عند الفايف غير البوتس. نعم. إلى الفقرة الموالية، لمن تقول؟ لمن تقولها؟ مراد بوطاجين، لمن تقول تمنيت أن ألبس ثوب المحاماة لأجل قضيتك؟ منيت أن ترافع لأجل قضية ما؟ لا، ممكن هذه لو قلتها من قبل ما أصبحت محامي، إن تكون واحد هكذا ينوي ولا يشوف يعني تفضل. ممكن. نعم. ولكن كمحامي الآن لا، ما عنديش يعني أنا اللي يجي يعني ما نفضلش شخص على شخص آخر. قضية تمنيت أنك ترافع لها من مرت قضية شخص ما تمنيت أنك أنت ترافع؟ لا توجد. لا. لمن تقول توقف عن تسييس الرياضة؟ أقول لي توقف عن تسييس الرياضة لأنه أولا كثرنا يعني كمدخل برك بسيط.
الرياضة مسيسة في كل دول العالم، ولكن بنسب مئوية مختلفة. احنا الرياضة تسيست في الظروف الصعبة وفي العشرية السوداء لأسباب أمنية، مفهوم، ما كان حتى مشكل. احنا كصحفيين ساهمنا لماذا؟ من أجل بطبيعة الحال النظام العام، الوحدة الوطنية، رموز الدولة إلى آخره إلى آخره. هذه ساهمنا، حتى احنا ساهمنا. ولكن الآن نقول رانا في أمن واستقرار. الآن حان الوقت أن نبتعد عن السياسة، وماهوش الرياضة والسياسة، الرياضة سياسوية، يعني اللي تعتمد وتفكر في الانتخابات الجاية، سواء كانت يعني انتخابات محلية ولا تشريعية ولا رئاسية. فنقول للسلطة كسلطة، ما نقولش شخص، نقول للسلطة كسلطة حذاري، لأنه هذه ماهيش تخدم الجزائر. توقفوا من فضلكم. لمن تقول أنت جريء بمنتهى الوقاحة؟ شخص جريء لكنه متسرع يعني في. نقول الحفيظ دراجي. لمن تقول من زملائك القدامى بالتلفزيون الجزائري أشتاق وأحن للجلوس معك؟ لدريس دقيق. لمن تقول تستحق فرصة ثانية؟ لبعض الطلبة اللي عملنا في الكاستينج مثلا، كاستينج يجيو يعملوا الكاستينج باش يكونوا صحفيين باش نوظفوهم. وممكن في الفرصة الأولى كنت نتردد نوعا ما، نقول له تفضل زيد فرصة أخرى، ممكن لا تفشل. ما تفشلش. نعم. لمن تقول أدعوك للعب في فورم الرياضيين الجزائريين اللي قمت بتأسيسه؟ لمن تقول أدعوك للعب معنا داخل فوروم الرياضيين الجزائريين؟ هو الفوروم هو جمعية وطنية. نعم. لكن أسستها في سنة 2004. كان زرهوني أنذاك وزير الداخلية، يعني رغم تشوف الصعوبات يعني اللي كانت، وما كنتش يعني ننتمي لكنك تجتهد. لكن كنت اجتهد. نعم. وكثر خير وبارك الله فيه. نعم. يعني خدينا لاغريمون. كنت أنا رئيس المنتدى، كان سيد علي لبيب الوزير السابق، كانوا جماعة، كان عمار براهمية، كان جادي، كانوا يعني كثير من الشخصيات يعني اللي أسسنا هذا المنتدى، وعملنا على أساس أنه يعني كجمعية اللي تعتمد على الاقتراحات وفقط، يعني ما عندناش دخل في الاتحاديات ولا في الرابطات ولا في اللجنة الأولمبية. وأنت مواظب على ممارسة التمارين الرياضية. هذا من جهة، هذا من جهة. من جهة أخرى فيه نشاط رياضي، لأنه نشاطات الرياضية. نلعب في الميادين، نخرجوا الولايات ونخرجوا حتى الخارج، ونلعب كذلك ونحاضر. لما نمشي نحاضر. لمن نقول هنا أعطيتي لي فرصة. كابتن غول مثلا؟ لا، لاعب متوسط. عمار غول لا، لاعب متوسط. نقول ممكن المولدي عيساوي اللي هو كان وزير شباب والرياضه ولاعب دولي سابق ولاعب اتحاد العاصمه، هذاك نقول له يلتحق بنا. ولكن عمار غول لا، لعبت معاه متوسط. ممكن دون المتوسط يعني. دون المتوسط. انا نقول في الكره. في الكره. لكنه يحب كرة القدم. لا يحب. هذه نشكروه. نعم. على هذا نشكروه، لأنه هذا يعني عرفت أنا شخصيات اللي ملتزمين بالرياضة. فيه عمار غول، فيه مولدي عيساوي ما نذكروش لأنه كان رياضي، احنا نذكروا له قيدوم. فيه جنرال توفيق. فيه الله يرحمه. لاعب جيد جنرال توفيق. شوية مويا. أين يلعب يعني؟ يعني تقريبا كما غول مستواه يكون يلعب في الوسط. اللاعبين كذلك اللي محمد الصالح منتوري، الوزير السابق، كان يعمل كوزير ولكن ما يفرطش كما نقولوا احنا بدرجه في التدريبات تاعو ولا المقابله. لمن تقول انت المسؤول عن تعطيل ملف لاعبي المنتخب الوطني القدامى؟ الهاشمي جيار وزير السابق. لمن تقول انت من ابعدني عن التلفزيون؟ هو هيئة، ما نقدروش لو كان نقول لك الاسم ممكن يمشيني للعدالة، نخرج من المحكمة اليوم نزيد ندخل المحكمة أخرى. نعم. ما نقدرش نقول الاسم، ولكن هيئة موجودة بطبيعة الحال. هي اللي قررت إبعاد. هي اللي قررت. ولمن تقول أريد أن أراك في برنامج المحكمة؟ عمار غول. باش يجيك للبرنامج. نعم. عمار غول. وإلا عمارة بن يونس. أو عمارة بن يونس. شكرا جزيلا لك
سيد الشكر على واجبي. بوطاجين. ولو تكتب لنا يعني رسالة، لمن ستكتب؟ ممكن نكتبها للوزير الأول عبد الملك سلال، في إطار بطبيعة المهنة يعني. قبل طبعا ما تباشر في الكتابة، عندنا بعض الصور نشوفوها. الصورة الأولى كلمة لسيد يوسف، خويا الكبير وزميلي بن يوسف، شخصية بارزة، أخلاق، تربية، عائلة، شيء ممتاز، شيء ممتاز والله. نقدم له السلام بالمناسبة. لازلتم يعني في تواصل؟ مازال ماهوش كثير، ولكن الصورة اللي بعدها لاشمي جيار، عرفته أنا كوالي. كنت تكلمتي لي على العلاقات، أنا كنت في التلفزيون الجزائري، كلمة كان هو الوالي، وكانت اتصالات بينه، ويعني عمل معنا كصحفيين وساعدنا. هو ساعدنا ولكن ما بغيتوش لما أصبح وزير، وخاصة في قضية أبناء اللاعبين دوليين يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، فما عملش، ما قامش بدوره يعني بالنسبة لهذه القضية. الصورة الثالثة حميد قرين. حميد قرين نبغيوه كصحفي رياضي، لأنه كان معنا في نادي الصحافة الرياضية اللي انشأناه في 88. كان فيصل حفاف الرئيس، راشدي جمال نائب رئيس، كنت أنا نائب رئيس الثاني، هو كان عضو معنا. احنا كنا نبغوا بعضنا. قرين الصحفي، قرين الوزير. لا الوزير أنا تأسف، لأن قرين الوزير احنا كنا نتمناو لما يكون صحافي وزير، يعني هو اللي يسير بجد للقطاع. احنا رانا نشوفوا العكس، ما نقولش ما راش يصير، ولكن رانا نشوفوا فوضى عارمة في قطاع يعني السمع البصري والصحافة المكتوبة. صورة أخيرة ربما، مناصري مولودية الجزائر اللي نهنئوهم مرة ثانية بفوزهم بالكأس الثامنة. سيد بوطاجين، عندك حكاية مع مناصري مولودية الجزائر؟ يعني بدأ كانوا عندها لاعبين أفارقة سجلوا 3 أهداف، وخسرت المولوديه 3-1 بملعب 5 جويلية. انا لما مشيت كنت شاب صحفي، انا اللي غطيت المقابله، لما مشيت درت الترتيب المونتاج متحمس. واش عملت؟ هذوك ال3 أهداف اللي سجلوهم عين بيضاء، نوري الاهداف ونزيد لهم لو رالونتي، ودرت الاغنيه هذيك يكيكي تاع لي زافريكان، هذيك حماسيه وكذا الى اخره. هو على بالك المولوديه كيروحوا للدار ويشوفوا صوره وقناه واحده، يعني قناه واحده وحصه هما خاسرين، حصه ارقام وتعليق، وهما خاسرين ويصفقوا على الاهداف. وانا في التركيب خديت التصفاق نتاع المولوديه، يعني سا سي با نورمالمون، وهذه معذره هذا ولا يعني. ونقول للشباب اتونسيون، حذري بالنسبه للاحترافيه ماشي هكذا. خديت التصفاق نتاع المولوديه درتو العين البيضاء للافارقه هذوك، يعني يصفقوا لهم، كانوا المولوديه فرحانين. وهذا خلاني يعني مع الاول كشاب يعني زعما نفرح درت حاجه مليحه، ولكن من بعد هي حادثه ربما عاقبوني لمده 3 شهور، يعني بقيت العقوبه في التلفزيون على هامش. واش تقول اليوم لمناصري؟ انا يعني اولا نهنيوهم لانه راهم قاموا بدور كبير، كانوا يعني في المراتب ما نقولش الاخيره ولكن بعيده. الان داو كاس الجمهوريه، درك يسلكوا من الصعود. نقول لهم حاجه، ربما هذه اخر فرصه راح تكون لهم باش ينظموا نفوسهم صفوفهم، وما نقول لهمش كصحفي، نقول لهم كصحفي تقني رياضي يدعموا خط الهجوم. شكرا جزيلا لك، وتكتب لنا الرساله سيد ناجين. الرساله تبدو طويله جدا. سيد بوطاجين تفضل بقراءه الرساله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الى السيد الوزير الاول عبد الملك سلال، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في المهنة، أطلب من سيادتكم ومن أعضاء وزارتكم التطبيق الفعلي للنصوص التنفيذية لقانون الإعلام 2012 وقانون السمع البصري 2014، وإبلاغ السيد رئيس الجمهورية لتعيين أعضاء سلطة الضبط، وهذا لحماية قطاع السمع البصري والعمل في إطار قانوني خدمة لمصلحة المهنة وللأجيال القادمة. وشكرا. إذن نتابع تصويت الجمهور لضيف الليلة سيد مراد بوطاجين، الإعلامي والحقوقي والبرلماني السابق. كنت بعيد عن الحقيقة، دبلوماسي. ماذا تتوقع؟ ما كنتش نتوقع حملة. ماذا تتوقع؟ كنت جريء وصريح. وصريح. شكرا.
شكرا جزيلا لك سيد مراد بوطاجين. شكرا لحضورنا الكريم. شكرا لكم أنتم مشاهدينا. نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله. تواصلوا معنا من خلال الشاشة. في أمان الله.